الاماكن الصغيره ممكن يطلع منها كتير، فالنهارده احنا في مدينه نصر عشان نكتشف مكان اسمه لولا تشيز كيك. عشان المكان متخصص في التشيز كيك، فهتلاقي التشيز كيك بكل الصوصات اللي بتحبها وبكل الاحجام. اول واحده سلايس تشيز كيك بلو بيري، في قطعه بلو بيري من فوق، كميه التشيز حلوه، طعم الجبنه حلو قوي، والبلو بيري اللي مستخدمينه مش بلو بيري شركات، لا انت بتحط بصمه التوت وانت بتاكلها. في السكوير حجمها اصغر شويه وارخص شويه من السلايس دي، انا طلبتها بيستاشيو، هي عليها صوص بيستاشيو من فوق. هو جايب طعم البيستاشيو مظبوط، هو بس الصوص تقيل شويه، ممكن عشان الجو يعني. جربت بعد كده سكيلت كوكي دو ايس كريم، بتبقى عباره عن عجينه الكوكيز عليها بولتين ايس كريم فانيليا. عجينه الكوكي لوحدها تقيله، فيها طعم شوكليت واضح قوي، بس انا دايما بقول الكوكيز ما تنفعش من غير ايس كريم، تبقى ميكس سخن وساقع كده في بقك، بيبقى حلو قوي. دي سان سبيستيان بينزل معاها صوص، انا اخترت ان هو يبقى كراميل. طعم التشيز اللي مستخدمينه حلو قوي، عارف هي قريبه من طعم التشيز كيك بس دبل بقى. حلوه انها حتى بعد ما حطينا صوص كراميل برضه سكرها مظبوط. في كمان عندهم منيو فطار صغير، انا اخترت كرواسون سموك تركي تشيدر تشيز واخترت معاه فلات وايت. هش جدا، وجبنه تشيز وتركي. عجينه الكرواسون خفيفه جدا وهشه جدا، حتى وانت بتقطعها تحس ان عجينه الكرواسون نفسها معموله بزبده طبيعي. ده فلات وايت بس هو مالي الكب على الاخر. نوع البن نفسه حلو. ومالكش في القهوه، ده موخيتو باشون فروت، جامد قوي الموخيتو ده. المكان موجود في شارع الطاقه في مدينه نصر، وبيوصل مدينه نصر ومصر الجديده والتجمع وشيراتون.